الراجل ده كان بيحفر في فناء بيتهم فلقى وعاء غريب كده. نظفها واكتشف انها قيمة جدا. خدها وراح يجيب حليب لبنته. بعد كده راح يكمل حفر. معداش شوية ولقى الحليب بيتسرب جنبه. ايه ده، في ايه؟ طلع ان الوعاء ده عمال ينزل في حليب دون توقف. ايه الحاجات الغريبة اللي بتحصل دي؟ اكتشف ان الوعاء نفسه هو اللي بينتج حليب، ومش بيقف الا لو قلب الوعاء ساعتها يقف. ايه ده مش مجرد وعاء بقى، ده كنز. معداش كتير والراجل ده بقى اغنى واحد في الريف، والبيت اللي من قش بقى بيت كبير عريض. بعد كام سنة في يوم ممطر دخل عليه 2 حرامية وسرقوا الوعاء منه. صاحب البيت طبعا قعد يلحقهم بجنون، بس الوعاء وقع في البحيرة ومحدش عارف راح فين. البطلة بنت حيوية قوي في الفيلم. الولد ده رايح يوصل جاتوه وهو ماشي اتزحلق من قشر البطيخ، وقع ومات من العياط عشان صاحب الشغل هيخصم منه 3 أيام. هعمل ايه يا ربي؟ البطلة اتبرعت له بفلوس، فالناس اللي واقفة بدأت هي كمان تتبرع، وبكده الولد الصغير جاب قبض 3 شهور. لكن بعد كده اكتشفنا ان هما الاتنين نصابين اصلا، والبنت دي كمان معاهم، وكان بيلاحقها حرامي العربيات الأقرع ده من سنين عشان يتجوزها. كل مرة إما يجيب لها ورد أو يرش عليها ورد زي ما احنا شايفين، لكن شكله كان السبب الأساسي في رفضها ليه. البنت طلعت على الطريق السريع ووقفت عربية. صاحبتها التانية كانت عاملة نفسها عرافة، نزلت ركبت العربية معاهم. الراجل ده كان أغنى واحد في الريف بتاعهم. لما وصلوا قعد يطلب من العرافة تنور طريقه. العرافة قالت له امسك البتاع ده وانفخ، بعدها خد نفس عميق، وبكده هيحصل كل اللي بتتمناه. بعد ما صحيوا اكتشفوا انهم اتنفسوا منول وعربيتهم وهدومهم اتسرقت، فاستعانوا بالطبيعة يستروا نفسهم. النصابين راحوا يتفرجوا على فيلم. من جنانهم خبطوا واحد على دماغه من غير سبب فاتحبسوا. شافوا واحدة عربجية بتضايق في واحدة بسيطة. ايوه جت فيا، ضرب هيحصل. تم تفعيل وضعية الهجوم. كل الناس وقفت تتفرج ايه اللي هيحصل. البنت ببوكس واحد وقعتها على الارض، وبعد كده بقى اديها ضرب بكل انواعه. في الهند البنت ممكن تعمل دور العنيف عادي، ما تستغربش. البنت قعدت تتضرب والعربجية ما ابدتش اي ردة فعل. الست المسكينة اتأثرت وماتت من العياط، وعشان تشكرهم قالت لهم على سرها الكبير. لما كنت شابة وواقفة على البحر بغسل رجلي لقيت وعاء كده، استخدمته في شغلها لبيع كيك الأرز، فلقيت ان الكيك لوحده بيطلع تاني. ايه الوعاء الساحر ده؟ حطت فلوس في الوعاء، لقيت الوعاء بيطلع في فلوس برضه. الست قامت مخبياه جنب البقرة خايفة حد يقتلها عشان يسرقوا. البنتين النصابين مش مصدقين. هو في كده؟ ممكن نبقى من أغنى الأغنياء، هو انت ليه محبوسة هنا؟ الست قالت الوعاء فيه عيب وحش قوي، انه بس بينسخ الحاجة بالظبط، فانا اخدت كام مليون عشان احطهم في البنك. الموظف لقاها فلوس حقيقية بس الرقم التسلسلي كل واحد. ما بقتش فاهمة المشكلة فين، ولقيت نفسي ممسوكة واخدت حكم 10 سنين. الوعاء ده مدفون جنب البقرة ب3 متر. روحوا خدوه، لو خدتوه اكيد هتعيشوا سعداء. البنتين راحوا وعملوا نفسهم اطباء بيطريين عشان الوعاء. قالوا جايين ندي البقرة تطعيم. البقرة دي مزاجها حاد جدا، مش سهلة، عاملة زي الحيوانات المتوحشة. الوعاء جنبها اهو هناك. صاحب البيت رجع، ايه ده؟ صدفة، ده طلع بيت الراجل اللي خدوا هدومه وعربيته. خافوا لا يعرفهم فعملوا نفسهم معاقين، مشيوا، بس برضه في الاخر افتكرهم، وبكده اخدوا وضعية الهجوم تاني. والضربة اللي انتوا شايفينها دي وقعت منهم كذا واحد. البنت التانية بدأت، وطبعا كلنا واخدين بالنا انهم عاملين نفسهم بيقعوا. قاموا واخدين العربية وهربوا من المكان على طول، وراحوا لورشة حرامي العربيات. طبعا الأقرع هيعمل اي حاجة عشان البنت اللي بيحبها. قالت له طب ما تسرق لي البقرة دي. قام راح بالليل وضرب عليها طلق بنج، وقام راح بالعربية الضخمة دي ليهم، وبوشه المخيف ده بص للبنت وضحك وطلب منها الجواز. البنت اتأثرت لدرجة انها كانت عايزة ترجع. الأقرع مش سرق البقرة بس، ده كمان جاب صاحب البيت معاها كهدية للبنت اللي بيحبها. البنت قالت له مش ده اللي انا عايزاه. الأقرع قام ساب البقرة تاخد صاحب البيت وتروح، ولا اكن حصل حاجة. البنتين اتصلوا بصاحب البيت، احنا معانا صور ليك مش هتبسطك، 10,000 روبيا الرسوم السرية والدقايق بتعد عليك. لو ما جيتش المعبد هنطلع الصور لكل اللي يشوفها.
الراجل طبعا اتوتر جدا وبقى بيتنطط وجري بسرعة على هناك، مش قادر حتى يتأخر ثانية واحدة. البنتين عملوا نفسهم من الشرطة وراحوا بيته للتفتيش، واسلوب حياتهم يأهلهم لتأليف الدور ده. بس المصيبة ان الشرطية اللي هم منتحلين شخصيتها كانت في البيت اصلا. البنت اتصرفت بسرعة وقالت لها اختي الصغيرة بتحبك جدا واصرت على تقليدك، وعشان كده بتجرب لبس الشرطة لتقليدك بس، حلمها بس انها تحصل على مباركتك. الشرطية طيبة برضه وحققت لها امنيتها، وبعدها مشيوا بسرعة. الراجل راح للعنوان اللي قالته بس ما لقاش المعبد، لحد ما الشرطية اتصلت بيه وقالت له انا لقيت عربيتك المسروقة. ساعتها الراجل فهم انه اتضحك عليه. يا اخيرا لقيت عربيتي، لكن الاقرع حطمها له قدام عينيه. الراجل ما مسكش نفسه، قام ضرب الاقرع. الراجل مسك البنتين وحبسهم بقى، قام عشان بس يجيب جردل الميه. الولد ده جري، صعبان عليه يرش الميه عليهم، قعد يفاصل معاه وفي الاخر صحاهم. البنتين هددوه تاني بالصور وقالوا له ارجع بص على فيديوهاتك وافتكر انت عملت ايه بالظبط في فرحك. قام الراجل رجع برجالته وقعدوا يتفرجوا على الفيديو. طلع انه كان عمال يعاكس في واحده هناك. البنتين خدعوا الولد وقالوا له احنا هنسقط عليك اللعنه، وبالفعل فك الحبل كده حلو قوي. البنت اخدت وضعيه الهجوم وضربتهم كلهم لدرجه تخوف الواحد على حياته تحت التصوير البطيء، وفي غمضه عين وقعتهم كلهم. تشوفها قد ايه قويه وجامده، تحسها جايه من اساطير زمان. لما رجع الراجل عشان يقتلهم بقى كانوا خلاص هربوا. في الحقيقة كانوا في الدور الثاني بيشموا في بخور الماموس. الولد ده كان بيحلم يطلع ممثل، بس في يوم من الأيام لعنه راهب فتحول للمنظر ده. أول ما البنتين عرفوا فكروا يستغلوا على طول، فكروا يسرقوا الوعاء باستغلاله، لكن كل اللي كان في دماغه انه ينتحر بحبل المشنقة. بس الحمد لله وزنه تقيل فالبيت كله وقع. البنتين قالوا له بس لو عندك فلوس وعايز تبقى توم كروز هتبقى توم كروز بالعمليات. طب وانا ازاي اجيب فلوس بقى؟ انت بس لو رحت سرقت الوعاء كل الفلوس اللي انت عايزها هتلاقيها. الولد راح للغني تاني يوم وقعد يترجاه يشتغل عنده راعي للبقرة، بس اول ما شاف شراستها قال لك لا حياتي اهم. البنت قعدت تشجعه، اتشجع وواجهها، دي فرصة حياتك اللي مش هتلاقيها تاني. فجأة قام لف وبصلها، البقرة وقفت من الخضة. الراجل ده ماله؟ بمشاورة واحدة من ايده البقرة رجعت مكانها تاني. بالليل والبنتين مستخبيين عشان يراقبوا الولد وهو بيطلع الوعاء، ما تخيلوش ان نافورة المية اللي جنب البقرة تبقى هي الوعاء نفسه. سبب ان قرنين البقرة باللون ده هو المية بتاعة الوعاء اصلا، وبسببها عاشت آلاف السنين ومحدش ذبحها وكلها. الأفعى دخلت جوه الوعاء والوعاء عمال ينسخ فيها بقى. صاحب البيت حس بحاجة غلط بتحصل، قام طلع برجالته ليهم، خلاص مش عايزين الوعاء، ننفد بحياتنا بس. الولد جسمه قوي شوية كسر الحيطة وهرب، من كتر الجري كان هيموت من العطش. قام دخل فيلا كده وشال حوض السمك وشربه. السمكة قعدت تلعب جوه جسمه لدرجة ان جسمه بقى بيتهز تلقائي. الغريب ان صاحب الفيلا ما تعصبش، لان الحركات اللي كان بيعملها الولد ضحكت بنته اللي عمرها ما ضحكت قبل كده. صاحب الفيلا مخرج اصلا، قام طلب من الولد يبقى من المشاهير وياخد بطولة الفيلم الجاي. الحياة كده نصيب. من الناحية التانية صاحب البيت جمع رجالته وقعدوا يفكروا الوعاء ده مميز في ايه بالظبط وليه كانوا عايزين يسرقوه. في الوقت ده لقوا عربية نقل داخلة على البيت فجأة. فريق المحتلين الثلاثي حاضر. صاحب البيت اتوتر، اعمل ايه؟ الواد لهبل ده واقع منه المسدس في الوعاء بالغلط. الاقرع قام خده، وطبعا الوعاء نسخ المسدس، فبدأوا يضربوا عليهم بالنار، وبعدها خدوا العربية وهربوا. مفيش أي حاجة تقدر تمنعهم عن حريتهم. وهم ماشيين العربية اتزنقت في الطينة، فالراجل ورجالته لحقوهم. البنت شالت خشبة واتخذت وضعية الهجوم تاني، بس اتضربت على غفلة والوعاء اتاخد منهم. لما وقعت وافتكرت انها محتاجة فلوس وحياتها ما تفرقش عن حياة الكلاب، زائد ان الدنيا بدأت تمطر، فاقت وقامت بقوة اكتر من الاول ودخلت عليهم تاني بخشبة. خوفت كل الرجالة دي على حياتهم، بجد حركاتها تخلي الواحد ينبهر. ما عداش كام دقيقة وكانت موقعاهم كلهم على الأرض. بعدها أخدت الوعاء وراحت تعدي سكة القطر. القطر عدى والبنت كانت مفكرة إن أصحابها جايبين أكل معاهم، هزار. ما لقتش أكل فقعدت على الأرض تعيط. الراجل ورجالته رجعوا لها تاني وحصروهم على الكوبري فوق وتحتهم بحيرة، ملقوش حل غير إنهم ينطوا فيها، وعاموا بكل ما عندهم. مش بس أنقذوا نفسهم، لأ كمان خدوا الوعاء معاهم، والفوز كان ليهم.
في آخر الفيلم استخدموا الوعاء ده عشان يبقوا أغنياء ويساعدوا الفقراء من غير ما حد يعرف. الأقرع برضه في الآخر ما اتجوزش البنت اللي بيحبها، لكن حصلوا على عربية كلها فلوس. الفيلم ده اسمه ميركل بوت. لو انت مكانهم كنت هتستخدم الوعاء في ايه بقى؟ قول لنا في الكومنتات بقى. لو حبيتني اعمل لي فولو. نتقابل الحلقة الجاية.